تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض يا جماعه ونعلق عليه. طب يا جماعه، هنا امام عاشور برضو عمل نفس اللي شيكابالا عمله، بس ساعتها احنا كنا برضو بناخد الدوري، بس ساعتها شيكابالا توقف 8 اشهر وغرامه نص مليون جنيه، في حين كمان ان ساعتها كذبوا وقالوا ان شيكابالا شتم احمد مجاهد، وفي الحقيقه ان هو ما شتمهوش، بدليل ان احمد مجاهد نفسه طلع في الاعلام وقال ان هو ما شتمهوش وقال له انت اهلاوي. انا هنا بقى عايزه اشوف الناس اللي عندها ازدواجيه المعايير دي بتاعت الاهلي تطلع تقول لي تفتكروا امام عاشور هيتحاسب زي ما شيكابالا اتحاسب؟ لا، انا متاكده، وقبل ما العقوبات تطلع، ده اذا اتعاقب اصلا مش هيتعاقب 8 اشهر، عشان انا عارفه ومتاكده وانتوا عارفين ومتاكدين ان القانون بيتطبق علينا بزياده، وتحس ان هو يعني ايه مش قانون كمان. يعني لما شيكابالا توقف 8 اشهر انت ما حققتش كفايه. يعني انت قلت ان هو سب بتاع اتحاد الكوره اللي هو احمد مجاهد، وفي الحقيقه ان احمد مجاهد نفسه طلع وقال انه ما شتمهوش. فانت متخيل يعني انت يا ريتك بتطبق القانون، انت حتى مش بتطبقه، لكن على الاهلي انت كمان مش هتطبق القانون. فانا هنا جايه اقول يا جماعه بلاش تقولوا على الزملكاويه عندهم نظريه المؤامره، عشان احنا مش عندنا نظريه المؤامره، انتوا اللي بتخلونا نحس بالظلم، ودي حقيقه. واقسم بالله انا متاكده ان امام عاشور مش هيطبق عليه نفس العقوبه اللي شيكابالا اتطبقت عليه. ومن هنا انا بقول ده من قبل ما العقوبه تظهر، عشان ما تقولوش ان انا بقول اي حاجه.